انا متزوجه وارغب برجل اخر. شفتو عجبني وبديت نفكر فيه وتنتخيلو، ولا هو البطل ديال الاحلام ديالي، ولا هو بطل الاستهامات ديالي. شنو هما الاستهامات؟ الاستهامات هما دوك التخيلات الجنسيه، هما لي فونتازم ديالي. واحد اللذه غريبه غامضه وعارفه بانها لذه محرمه، ولكن يخفق لها قلبي وترتعش لها اناملي. اش غندير؟ والأدهى هو أنها كلما كانت محرمة، كلما كانت ممنوعة وصعيبة وبالخطفة، كلما ازدادت لذة، كلما ازدادت بنة وإثارة. تدارت دراسات تثبتت باللي 70% من المزوجات يعجبن سرا برجل آخر ويرغبن به. فهل الإعجاب، مجرد الإعجاب بغير الزوج، يعتبر خيانة؟ واشنا هي الاسباب ديال الرغبه ديال هاد المراه في هذا الراجل اللي ماشي راجلها؟ ما الذي ينقص هؤلاء النساء حتى يستبحن رجالا اخرين غير ازواجهن؟ سواء في الخيال ولا في الواقع ولا في الدروج ولا في الباركينغ ولا في اي بلاصه. نسمعوا بزاف ديال الهضره على هذا الفيديو، غير خليها الله وصافي. واش مجرد تخيل المراه مجوجه لرجل اخر في وضعيات في شكل اللي تعتبر فعل خيانه؟ هابي وايف هابي لايف. ودائما ستبحث عن السعاده في مكان اخر. وتاكدوا باننا لا نخسر علاقتنا فجاه بنزوه او بقرار حاسم مسرع، ابدا، بل بتراكم الاهمال والخيبات وعدم التقدير. لذلك اهتموا بنسائكم، اشكروهن، قدروا مجهوداتهن، اشيدوا بجمالهن، قول لها انت زوينه. خيانه في الواقع ولا في الخيال راه هي قطيعه نفسيه بدات مش شحال هذه، قديمه بكري، بدات شحال هذه وكبرات. كبرت باش كبرت بالاهمال، كبرت بالرتابه، كبرت بالاحتراق ببطء وبصمت حتى تحولت لخيانه. دائما نبحث عند الغريب ما نفتقده في القريب. ما تقلبيش على الحل داك الساعه وقولي مع راسك بان هذاك البوغوس راه البعيد، راه حتى هو عادي، راه ما فيه حتى شي حاجه استثنائيه والو، كلهم عاديون. والغوايه والافتتان هي ضبابه تدير واحد النوع من العمى المؤقت اللي تجي مناش، تيجي من الاعصاب النفسيه، تيجي من لي فرستراسيون، تيجي من الكبت ديالك، تيجي من العيا ديالك، تيجي من الصمت ديالك، تيجي من الاحتقان ديال بزاف ديال الاشياء. فتسقطين كل ما ينقصك على ذلك الرجل العابر الذي تظنينه مغريا وشهيا. هو راه مغري وشهي، ولكن ماشي دائما، ما تيبقاش مغري وشهي، تا هو راه تيقدم ويفقد ألقه.